بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام ونعمة وبركة. اليوم إخواني أخواتي بغيت نتكلم في واحد الموضوع، واحد الظاهرة الصوتية اللي ولات منتشرة في التظاهرات وتيتبناوها بعض المسؤولين اللي في الجمعيات وبعض أمناء الأحزاب. أه شيء نتفق عليه جميع الناس في العالم، هو أننا ندين الاعتداء الصهيوني على المدنيين في غزة، وندين بشدة أي مدني يتعرض للاعتداء. كما نرى بأن ربيع الإنسانية يعني قد فتح في جميع الدول في العالم. جميع الدول العالم الآن الشعوب ديالها تتخرج وتتندد وتتناصر الناس في غزة وتدين هذا الاعتداء اللي الضحايا ديالو أطفال ونساء ورجال. هاد المسائل هذه جمعت الناس من مختلف الأديان، من مختلف الأماكن، جميع الناس خارجة تدين هذا الاعتداء هذا. المشكل اللي عندنا احنا هنا في المغرب مشكل كبير، ظاهرة صوتية الآن اللي خرجت. كاين الناس اللي خارجين يدينون الاعتداء وتستنكروا ما يقع في غزة، كاين الناس اللي خارجين تيتكلموا على اليهود المغاربة. اليهود المغاربة هما مواطنين مغاربة عندهم الحق باش يعبروا على الموقف ديالهم، وعندهم الحق باش يصمتوا ويخليوا المواقف ديالهم خاصة بهم. كما نرى هناك بعض الناس اللي تيتكلموا تيقول لك اليهود المغاربة خاصهم يتكلموا ويبينوا يحسموا في الرأي ديالهم. فاليهود المغاربة في المغرب كلهم خارجين وتيتضامنوا مع الضحايا في غزة. اليهود خرجوا في الدار البيضاء مغاربة، يهود مغاربة خرجوا في الرباط، يهود مغاربة خرجوا في مدينة الجديدة، يهود مغاربة خرجوا في مدينة طنجة، يهود مغاربة خرجوا في مدينة وجدة. واستغرب لبعض الأفواه التي تتكلم عن الصهيانة في المغرب. فما يمكنش ناس اللي خارجين الآن بواحد الفكر متشدد، بواحد الفكر خارج على نطاق المعقول، تتكلموا على اليهود المغاربة وعاطين بواحد الظاهرة صوتية بأن اليهود المغاربة صهاينة، وبأن اليهود المغاربة يعني ما عندهم ما يبقى. يعني الناس اللي الآن خارجين تيستنكروا وتيخرجوا واحد الخطاب وتينشروه في وسط عامة ديال الشعب باش بأن اليهود المغاربة لا مكان لهم هنا. تنقول لهم راه اليهود المغاربة هذه بلادهم بحال انت بلادك مغربي، انت بلادك من طنجة للقويرة، وحتى اليهود المغاربة بلادهم هذه من طنجة للقويرة. ما عندكش الحق تألمهم ولو بكلمة واحدة. وأضيف للناس اللي خارجين الآن تيستنكروا وتيخرجوا كلام غير لائق على اليهود المغاربة، كيف ما كان نوعهم، كيف ما كان اليهود المغاربي، كيف ما كان الموقف ديالو، تيتسمى ولد بلادي ومغربي بحاله، ونفس الحقوق اللي عندنا هنا في المغرب تلزم عليه. وداير بالمغرب هنا بلادنا بلد الحريه والراي. راه تشوفوا في عدد من الدول الناس خرجوا براي وتسجنوا، خرجوا براي وطردوا من العمل ديالهم. كاينين الناس هنا في المغرب اي واحد عنده الحق يساند اللي بغى، اي واحد عنده الحق يعبر كما بغى. وفي المطاف هاد الناس هادو اللي تيعبروا كما بغاو وتيتكلموا كما بغاو، في المطاف كلهم تيتضامنوا مع المدنيين ومع الضحايا. اذن بلا ما ينوض الناس اللي تنشوفوا بعض المرصد الوطني مع المناهضات التطبيع، وتنشوفوا بعض الناس اللي خارجين تيتكلموا على الصهيانات ديال هذه، والناس اللي خارجين يتكلموا على اليهودي المغربي اللي خدام في الأحباس. راه مواطن مغربي هذا كيخدم في الأحباس، مواطن مغربي عنده الحق يخدم في الأحباس، عنده الحق يخدم في مستشفى، عنده الحق يخدم في داخلية، عنده الحق يخدم في أي شيء. راه مواطن مغربي. علاش انت حيت هو مواطن؟ حيت دابا كلشي نايض اليهود المغاربة. واش بغيتوا تحيدوا اليهود المغاربة بحال اللي دارت الجزائر وبحال اللي داروا بعض الدول؟ راه مغاربة هادوك، راه ولاد بلادك هادوك صاحبي. ما عندكش الحق تخرج بكلمة وحدة تجرحهم
ولا تلزم عليهم يخرجوا بشي بلاغ. وكما تتعرفوا منتدى المخطوفين والمفقودين اللي راسل الملك محمد السادس باش يتدخل، لان الناس اللي شداتهم حماس راه فيهم عدد من المغاربه، فيهم الناس اللي مزدوجين الجنسيه، فيهم عدد من الاشخاص اللي ما عندهم حتى علاقه بالقضيه الفلسطينيه ولا بهم يحزنون. والمنتدى راسل محمد السادس باش يتدخل، يتكلم مع ناس مسؤولين في حماس، يطلقوهم لانهم مغاربه، وشيء طبيعي حيت هذوك مغاربه غنتكلموا عليهم حنا مغاربه. اذا لا داعي باش تاخذوا القضيه الفلسطينيه وتقوموا بتصفيات هنا في المغرب على اليهود المغاربه، لانكم ملتزمين بداك المحافظه، بداك الفكر المحافظ وبداك الفكر السلفي وذاك الفكر الوهابي. ما عندكم لاش تدخلوا بهذه المناطق هذه. وهذه الظاهره الصوتيه الان اللي خارجه في المغرب تتندد على اليهود المغاربه، راه حنا عارفينها بان واحد الوقيته غتندد على مكونات دينيه اخرى. حنا المغرب بلد ديمقراطي، بلد حداثي، اي مواطن فيه عنده الحق بحاله بحال واحد اخر، ما كاينش الفرق. اليهود المغاربه هما ولاد البلاد، مغربيين. انا ما تنشوفش فيه يهودي، تنشوف فيه مغربي وعنده الحق في اي بلاصه. وما عندكش الحق انت تخرج الان باش تاخذ شعبيه في وسط الجماهير وباش تاثر مسيره بكلام يعادي اليهود المغاربه. ما عندكش الحق، ما عندكش الحق. فرجاء هذا نداء لجميع المغاربه الاحرار، هذا نداء لجميع المغاربه الحديثيين، هذا نداء الى المغاربه الديمقراطيين، هذا نداء الى المغاربه الشرفاء باش يتصداو لهذه الظاهره الصوتيه اللي ولات تنتشر عندنا في المغرب وتتبناوها بعض زعماء الاحزاب، تتبناها كذلك المرصد المعروف، الاخوان ديالو اللي معروفين عندهم افكار يعني باينه، ما قابلين حتى شي حاجه في المغرب، باغي المغرب تفكروا باسم السلفيه وباغي الخلافه. كذلك ناس اللي الان تاثروا في الشارع تظاهرات وخارجين غير باش يدينوا اليهود المغاربه. الا غتخرج التظاهره قم بادانه الاعتداء الصهيوني اللي تيقتل في الاطفال. التطبيع راه فشل من نهار اللي فشلت العقود ديالو. اي علاقه ديال جوج دوال تتكون عندها اتفاق، نهار اللي تيخرق داك الاتفاق الاتفاقيه تلغى. التطبيع معروف شنو فيه. المغرب لزم على اسرائيل حل الدولتين وزيد والجلوس الى الحوار. من نهار اللي البنود ديال التطبيع ما مشاتش، راه شيء طبيعي داك التطبيع ما بقاش ساري مفعول. فلهذا ما عندكم لاش تمشيو على التطبيع وتنوضوا تصفيوا حساباتكم مع اليهود المغاربه. اليهود المغاربه انا تنقول لكم ولاد البلاد وحقهم في هذا الوطن هذا، ومن حقهم يشدوا اي وظيفه بحالك بحالهم، يكون معلم، يكون طبيب، يكون استاذ، يكون وماشي بالضبط اي يهودي في شي بلاصه تسموا عليه بانه تيصهين. ها هو تيصهين الامازيغيين، ها هو تيصهين هذه، هو تيصهين هذه. حشومه هذه المسائل هذه، الظاهره الصوتيه اللي ولات تنتشر راه تسيء لينا حنا كمغاربه، وتتحط تساؤل ديال هاد الناس هادو اللي الان تينشطوا بهذه الظاهره الصوتيه في المغرب. فراهم خطر كبير على جميع المغاربه.